عاشت سوريا حرة! عاشت سوريا حرة! بسم الله الرحمن الرحيم. إلى شعبنا السوري البطل، إلى أحرارنا الموجودون الآن، تحية إجلال وإكبار إلى هذا الشعب العظيم الذي تحدى الظلم والطغيان، والذي واجه عصابات الأسد من أجل الوصول إلى حريته. في البداية نترحم على أرواح الشهداء ونطلب الحرية للمعتقلين والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لهذه الثورة المباركة التي على يقين أن هذا النصر قادم، وأن النصر ضد عصابات الأسد آت بإذن الله تعالى. والشكر الجزيل إلى القائمين على هذه الأمسية في الجامعة العربية المفتوحة، وكذلك الدكتور نايف مطيري، وكذلك أيضا اتحاد الطلبة. هؤلاء جميعا الذي أثبت الشعب الكويتي أنه هو الشعب الحر الذي يقف مع إخوانه وأحبابه، هو الذي عودنا دائما بأن يقف مع أهله في أي مكان، هو نصرة للحق. هذا الشعب الذي عانى من حزب البعث كما عانينا، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى تحرر منهم، ونحن سنتحرر قريبا. رغم كل الآلام، رغم كل الشهداء والجرحى، إلا أننا واثقون بالنصر. فعندما ترى الثائر في داخل الأراضي السورية يخرج رغم القصف ورغم الإجرام ورغم إطلاق النار، وتجد الملايين تزحف في الساحات والطرقات، يثبت الشعب السوري للعالم أجمع أنه هذا الشعب الجبار العظيم قادر بإذن الله تعالى على إزالة هذا الظلم وهذا الطغيان. أبشركم رغم كل الآلام أن شعبنا ماض حتى النهاية، وكنت كلما فترت همتي أو ربما شعرنا باليأس قمنا بالاتصال بإخواننا في الداخل، فأخبرونا أنهم على الدرب ماضون ولا يمكن أن يتنازل. هذه الدماء وهذه الأرواح الطاهرة التي بذلت حقيقة لا يمكن لها إلا أن تتوج بالنصر القريب بإذن الله تعالى. وبما أننا في صرح من صروح العلم، وبما أننا في جامعة من الجامعات، أريد أن أتكلم عن اتحاد الطلبة الحر أو اتحاد الطلبة الأحرار، هؤلاء الذين منتشرون داخل الجامعات السورية يقومون بتحدي الظالم ويقومون بتحدي النظام، ويسعون بكل الوسائل رغم الطغيان إدارات الجامعات هناك. هم يقدمون كل ما بوسعهم من أجل إيصال رسالتهم. على الطلبة دور مهم، هم دائما عبارة عن الثورة، هم دائما الطلبة وقود الثورة. بكم أيها الطلاب تستطيع الثورات أن تستمر. هناك الكثير ممن يمكن أن تقدموه من أمسيات، سواء في داخل سوريا هناك العديد ما يقدمه الطلبة، وفي خارج سوريا هناك ما يمكن أن يقدمه من خلال الفعاليات والمهرجانات، وكذلك أيضا من خلال الدعم المختلف. أريد أن أؤكد أيضا أننا لابد أن نقدم كافة أنواع الدعم، ونحن خارج الأراضي السورية إخواننا في الداخل يطلبون منا وبشكل دائم أن نؤازرهم ونساندهم، ليس في الدعم المادي فحسب، إنما حتى في كل ما نقوم. هذه الفعالية ستصل إلى إخوانكم في الداخل، ويعلمون تماما أنهم
مستمرون ويعلمون تماما أنكم معهم وتؤازرونهم، وهذا سيجعل أن يزيد من عزيمتهم من أجل المضي في هذه الثورة حتى النصر. أما إخوانكم في المجلس الوطني فإنهم يعاهدونكم ويعاهدون الشعب السوري بذل المزيد من الجهد وتحمل المسؤولية من أجل إسقاط هذا النظام. هذا العهد الذي قطعناه على أنفسنا سنسعى من أجل تحقيقه، ولا يمكن لنا أن نتخاذل أو نتراجع. هذا النظام ساقط منذ أول قطرة دم سقطت في درعا. هذا النظام ساقط منذ أول صرخة خرجت في دمشق. هذا النظام ساقط منذ أن امتلأت ساحات حماه في مختلف مناطقها. هذا النظام ساقط في مختلف المحافظات والمدن السورية. هذا النظام ساقط في قلوبنا أولا، وسيسقط قريبا بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحزن بالحزن اكتسى والظالم المأفور